مساء الخير والجمال عليكم، كل سنة وانتوا طيبين. إن بكرة ليلة النصف من شعبان، ربنا يعود علينا وعليكم يا رب الأيام بألف خير. جبت نص كيلو فول وقلت أدمسه، هعمله أكياس وهحطه في الفريزر عشان رمضان. المهم جبت جبت الفول غسلته كويس ونقعته ليلة كاملة، وهسيبه كده منقوع لحد واغير عليه المية حوالي 3-4 مرات لحد ما الاقي الفولية بقت بالشكل ده كده معانا، الفولية نفشت وطرت وبقت زي بتتفلق كده معايا. تمام كده، لان كده هيخلي الفول تستوي مني بسرعة قوي. المهم هفضيها كده في حلة او في دماسة، اللي عنده دماسة يحط فيها، اللي ما عندوش يحطها في حلة كده زي انا حطيتها في حلة ألمونيا. وهنزل بكمية الفول كلها اللي معانا وهقولكوا بقى هعمل ايه. بس قبل ما اقولكوا اوعوا تنسوا تدعموني بشير ولايك واشتراك في القناة. هنزل كده عليها بكوباية إلا ربع من العدس الأصفر وعليها جزراية مبشورة. طبعا الجزراية والعدس هيدوا لون حلو جدا جدا للفول. وهقولكوا في آخر الفيديو على تركية حلوة قوي قوي هتخلي الفول زي بتاع محلات بالظبط وأحلى كمان. هنزل بقى بكمية المية كلها على الفول لحد ما الفول يتغطى كله، يعني هغطي وش الفول كله بالمية. وهرفع الحلة على نار عالية لحد ما تبدأ تغلي، هسيبها كده على النار عالية لحد ما تغلي. بعد ما تغلي هقوم جاية موطية على الفول شمعة، هخلي الفول ده شمعة، ما يعني النار عليه ما يعني لا تذكر، واطية خالص خالص أقل حاجة عندنا لحد ما يستوى. تمام، وهياخد وقت من حوالي ساعة لساعة ونص على النار. طبعا الجزر والعدس هيستووا فيه مش هيبقوا باينين أصلا. تمام، هو هنا بدأ ان هو يغلي، هوطي عليه النار خالص واخلي النار هادية على الآخر. هنا بقى كان دخل في السوا خلاص. بصوا بقى شكله بقى عامل ازاي، احلى من فول المحلات 100 مرة. تمام. على فكرة اطلع معايا كمية كبيرة جدا. والكيس كان مليان مش فاضي، يعني انا بروح اجيب الكيس فيه معلقتين 3 بحوالي 5 جنيه. انما دول اطلع معايا كمية والكيس مليان. تعالوا بقى اما اقولكوا على التركية الحلوة الجميلة اللي هتخلي لون الفول بتاعي زي لون فول المحلات بالظبط. بصوا بقى الفولة بتتقسم مني ازاي، كان سخن نار كنتش قادرة امسكه، بس بصوا حاولت ان انا امسكها كده وهرسها بايديا، اتهرست معايا وكان زي الفل. هبدأ بقى ان انا اقولكوا بقى دلوقتي على ايه التركية اللي هنحطها. هنحط حوالي معلقتين 3 كده كبار من الصلصة. الصلصة ديت هتديله ريحة ولون وطعم تحفة. الفول طلع مني ملهوش حل. هبدأ ان انا اقلبه كده كويس علشان الصلصة كلها تدخل جوه الفول وكل ياخد نفس اللون ونفس الدرجة بتاعت الصلصة. تمام كده كان خلاص حطيت الصلصة بتاعتي، بس انا محتاجة ان انا هزود معلقة صلصة كمان علشان انا عايزة لونه يبقى محمر شوية اكتر. بس اللي عايز يثبت اللون على كده يثبت، هي الصلصة بس اللي هتديله نفس اللون والطعم بتاع المحلات. طريقة الفول دي سهلة جدا، هتعجبكم قوي وبسيطة، مش هتاخد منكم وقت ولا مجهود وهتوفر لنا كتير. يعني انا بروح اجيب كيسة الفول، يعني ما تكفيش فردين اصلا بكام، ب5 جنيه، واقل حاجة ب5 جنيه. انا هنا جايبة نص كيلو الفول ب16 جنيه. هتشوفوا عمل لي كام كيس في اخر الفيديو وكمية الكيس قد ايه. الأكياس كانت فعلا مليانة، يعني الكيس يكفي حوالي 4 أفراد. طبعا لما نحط بقى عليه إضافاتنا الطحينة والطماطم والثوم والحاجات ديت. بصوا شكل الكيس عامل ازاي اهو. انا عاملة اكياس حجمها صغير وكياس حجمها كبير، ده من الأكياس الكبيرة. بصوا بقى الكيس مليان ازاي. والله جوزي دخل قال لي انا الكيس ده بجيبه بحوالي 10 جنيه من المحل، انا عاملاه اهو 7 أكياس بالظبط. بص انا بعدهم معاك اهو 7 بالظبط ب16 جنيه. اللي احنا بنروح نجيب كيس ب5 وكيس ب10 ونهدر كده في الميزانية وفي كل الحاجات دي. وهنا كان خلاص فيديو بتاعي خلص، واستناكوا كل يوم في فيديو جديد من وصفات رمضان. كل سنة وانتوا طيبين.